أهلا بيكم يا أحلى متابعين، والله وحشتوني. يلا بينا نكمل قصة خاتم الشر، وده الجزء الثالث من قناة خيال بلا حدود. يلا نكمل المعركة. بعد ما انتهت أول مواجهة، المدينة ما رجعتش زي ما كانت، بالعكس الأرض اتشقت والدخان غطى السماء كأن الحرب لسه بتبدأ. آدم وقف بعيد، جسمه محاط بهالة حمراء، وصوته الداخلي بقى مش صوته، بقى صوت الخاتم. اللعنة كانت بتتكلم جواه: انت مش مجرد إنسان، انت المخلص اللي هيعيد العالم للفوضى. آدم لأول مرة حس بالخوف من نفسه، بس الشر سيطر عليه أكتر من أي وقت فات. بدأ يتحرك من مدينة للتانية، كل خطوة كان بيعمل وراها خراب أكبر. البرق الأحمر، الهزات الأرضية، والصوت اللي يدوي في السماء، كل ده بقى جزء من وجوده. لكن المقاومة ما استسلمتش. القائد العجوز بدأ يشرح لزملائه إن الخاتم ليه تاريخ أعمق. من آلاف السنين اتعمل الخاتم عشان يسيطر على قوة الظلال، بس اللي يلبسه بيتحول لعبد فيها. وفي أسطورة تانية بتقول الخاتم ما يتكسرش إلا بقوة من نفس نوعه، ضوء نقي قادر يحرق الظلام من جواه. البنت صاحبة العيون المضيئة بقت الأمل الوحيد. كل مرة بتقرب من آدم بتحس إن جواه جزء صغير لسه عايش، الجزء اللي كان إنسان عادي، الجزء اللي كان بيتمنى حياة بسيطة. القتال ما بقاش مجرد حرب، بقى سباق مع الزمن، لأن الخاتم بيقوى كل يوم ومعاه الشر بيزيد. وكل ما آدم يستخدمه العالم بيقرب أكتر للنهاية. وفي لحظة صمت بعد خراب مدينة كاملة، البنت وقفت قدامه وقالت بصوت ثابت: أنا عارفة إنك لسه آدم ولسه تقدر تختار. لكنه ضحك، والضحكة كانت أبرد من الموت نفسه. وهنا بدأ الفصل الأخطر. المقاومة قررت تنقل المعركة بعيد عن المدن لمكان مهجور، معبد قديم مدفون في الصحراء، المكان اللي فيه سر الأخير لكسر الخاتم. أشوفكم في الجزء الرابع يا أصدقائي وأحلى متابعين. ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك في قناتي خيال بلا حدود. سلام.